ازاي بنظم يومي كلايف كوتش وصانعة محتوى، وحليت اكبر مشكلة كانت بتواجهني في تركيز، علشان كنت بتشتت بين الاتنين، اركز هنا ولا اركز هنا، لحد ما بدأت اعمل الخطوات دي وفرقوا معايا وخلوني اقدر انظم يومي وطاقتي كمان. اول خطوة ان انا ببدأ كل يوم ان انا راجع جدول اعمالي ومواعيد جلساتي مع الكلاينت، وده اللي بيساعدني اخش على الخطوة التانية، اني بقسم اولوياتي وبكتب في التو دو ليست بتاعتي لليوم الاهم فالمهم، وبعدها ابدا يومي بالحاجات اللي بتشحن طاقتي، زي ان انا اتمشى على البحر مع لولي، اتامل شويه، واطلع على الجيم. دايما عن خبره، الحاجات اللي بتشحن طاقتك هي اهم حاجه واللي بتخليكي تكملي، زي انك تاكلي وتشربي اكل صحي طبيعي على قد ما تقدري، وتحافظي على نشاط جسمك. اما بقى اخر خطوه هي ان انا بختار حاجه واحده بس اشتغل عليها في اليوم، يعني مستحيل اضغط نفسي واعمل محتوى في اليوم اللي عندي فيه اكتر من سيشن، بمعنى بختار حاجه واحده بس منهم اشتغل عليها في يومي على حسب الاولويه، اما اليوم ده انا لايف كوتش او صانعه محتوى، ودايما عندي روتين واضح وخطه واضحه لتحقيق احلامي. فلو عايزه تعرفي ازاي بالظبط، لايك وفولو عشان تتابعي تيبس اكتر، عشان هنا بنركز ان احنا نساعدك تبني الشخصيه اللي تقدر تخلق الحياه اللي طول عمرك بتتمنيها، مش اللي بتتفرض عليك. بس خلاص.